قبل هذا أريد أن يعني أستفسر، يعني الناس كثيرين ربما يقولون أنتم تطلقون على حرب الفلوجة، الحرب ضد الفلوجة حربا طائفية. نعم. لماذا تعد الحرب ضد الفلوجة حربا طائفية؟ ما دور المشاركة الإيرانية بنحو خاص حرس الثوري الإيراني قائد فيلق القدس قاسم سليماني في جعل الحال على هذا النحو؟ لماذا أريد لها ذلك أن تكون حربا طائفية؟ هم يعلنونها بكل وضوح، لا يستحون من هذا. نعم. لماذا؟ السبب واضح أخي العزيز. نعم. بعد الاتفاق النووي الأمريكي الإيراني تغيرت الأوضاع، جرت صفقة، ولهذا الاتفاق استحقاقات. من ضمن هذه الاستحقاقات هو قبول الولايات المتحدة الأمريكية بأن يكون لإيران دور كبير في العراق، نفوذ كبير جدا. فهم مطمئنون لهذا، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف خلفهم، لذلك بدأوا لا يخشون من إعلان تدخلهم الواضح. قاسم سليماني في تلفزيون في غرفة العمليات التي بدأت قبل فترة قصيرة في الفلوجة. هذا السبب الأساسي. نعم. وإذا انتبهت أن الأمريكان قبل هذه المعركة بفترة قالوا أننا سوف لن نسمح للحشد الشعبي بالمشاركة في ما سموه تحرير الفلوجة. نعم. الآن غض النظر عن هذه المسألة عندما بدأت هذه المعركة، لماذا؟ بل أن طيرانهم لحد اليوم يقصف أهداف داخل الفلوجة. نعم. وهم اعترفوا أول أمس بمقتل أحد قادة ما يسمى داعش، بمعنى أنه الأمريكان قد وفروا الحماية الجوية لهذه قطعان الحشد الشعبي التي تريد افتراس الفلوجة. نعم، الحسابات الأمريكية تختلف عن الحسابات الإيرانية والطائفية. كيف؟ بالنسبة للأمريكان هاي قضية ثأرية. الفلوجة أذلت الجيش الأمريكي، بل العالم كله ضحك على الجيش الأمريكي عندما فشل في اقتحام الفلوجة وإنهاء مقاومتها الباسلة في معركة الفلوجة الأولى والثانية. هذه الأمريكان ما ينسوا، وترتب عليها بعدين الانسحاب. نعم. هذا جانب. في الجانب الإيراني أخطر. الجانب الإيراني القضية مشتركة، مذهبية زائد استراتيجية، وليس فقط مذهبية. نعم، هي مذهبية بامتياز بدليل هذه الإشارات الواضحة. يعني مثلا من الرمزية المذهبية، نعم، والتي تحمل رسالة خطيرة جدا، نعم، أنه الحشد، قطعان الحشد الطائفي زودت بصواريخ كتب عليها اسم نمر النمر الذي أعدمته السلطات السعودية. هذه الرسالة ليست موجهة لشعب العراق. على الأخوة في السعودية أن ينتبهون أنه هذه الرسالة لهم، للسعودية. لماذا؟ نعم. نحن نعلم أن المنطقة الغربية فيها المدن الرئيسية التالية: فيها الرطبة اللي هي مفصل مهم بالاتصال بسوريا، تليها مدينة الرمادي والفلوجة، وجنوب هذا الخط في أعالي الفرات بالعمق جنوبها النخيب، مدينة النخيب القريبة من عرعر العراقية، نعم، المحاذية لعرعر السعودية. نعم. قبل معركة الفلوجة سيطروا هم على النخيب وأجروا فيها تطهير طائفي. نعم. والآن لديهم معسكرات في النخيب، بمعنى أنهم عندما يؤمنون هذا الخط مدن أعالي الفرات وعمق باتجاه الجنوب النخيب، معناها أن السعودية مستهدفة في المرحلة القادمة. إن سقطت الفلوجة لا سامح الله سوف تؤمن القطاع، هؤلاء سوف يؤمنون انفتاح باتجاه الجنوب نحو الحدود السعودية، وهم يعلنون ذلك، لا يخفون أنه هدفهم النهائي هو احتلال مكة والمدينة. على الحدود السعودية العراقية صبروا شوية وشوفوا شو بيصير. في حشد هائل من داخل العراق للميليشيات هذه الشيعية ال54 ومعاهم البطال، قاعدين يعدون إعداد هائل، صار لهم سنة تقريبا، وبيدخلون على السعودية مصوب عرعر ومنطقة عرعر. هذه ستكون منطقة ملتهبة، أنا أقول خلال أشهر يعني. ولذلك لابد من الاستعداد وعدم التمني وعدم التباطؤ في خطوات الكونفدرالية والدفاع المشترك.
ترى الأخطار ما تقشمك، الأخطار تفاجئك فجأة يعني. هل تصدق أو ما تصدق أنه في قيادة الحرس الثوري في إيران من طرح دراسة على القيادة في ضم العراق لإيران، كل العراق يصير ملحق لإيران. تخيل العراق من زاخو إلى صفوان، هذا العراق الضخم، المياه، النفط، القوميات، الأقليات، الأديان، التاريخ. يفكرون جديا في الأوساط القيادية في الحرس الثوري، ويدرسون جديا كيف ندمج العراق داخل إيران ومع إيران. فإحنا بالنسبة لهم زلاطة يعني الكويت. شنو الكويت؟ صح ولا لا؟ يعني اللي قاعدين يفكرون بضم العراق لإيران يعني شيء عادي، يعني يدخلون على الكويت وينتهون من القصة هذه كلها. ولذلك احنا حتى الآن ترى قاعدين نتناقش بتفاصيل صغيرة يعني، وانه هل هذا كذا، مشكلة التأبين، أبنوا وما أبنوا، منو في خلية كذا، فلان قاعد كذا. لا 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 لا، خطر كبير، ولازم تفكيرنا يكون بمستوى هذا الخطر. وما شفنا شيء.